صباح الخير يا امارات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفلوج جديد. يلا بينا نبدا فلوج النهارده على طول. قبل ما نبدا طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. طبعا فيديو النهارده بجد كان بالنسبه لي يوم مريح بشكل. اليوم بدأ بحاجه حلوه قوي، ففضل طول النهار حلو حرفيا. كان يوم رايق من الاخر بجد. اليوم ده بقى يا جماعه انا رحت اقابل فيه منى صاحبتي. كان بقى كتير أوي ما شفتهاش. بيتهيألي مش ما شفتهاش من اخر يوم امتحانات اصلا. هي في حته وانا في حته، فبالتالي ما بنشوفش بعض تماما. قاعده بقى مستنيه الاستاذه اللي متاخره. هي كانت وصلت خلاص، انا شفتها هي هناك لابسه بنطلون وايد ليج وتيشيرت اوفر سايز. كنت شفتها يعني، المهم يعني ماشي. انا وقفت مستنياها ربع ساعه، وانا ما بحبش استنى، انا ما بحبش الانتظار بجد. انا اكره حاجه، اكتر حاجه بكرهها في حياتي الانتظار، ان انا اكون قاعده مستنيه حد كده. العربيه كانت هتشيلها هنا، بص الحته اللي جايه دي العربيه كانت هتشيلها. يا كلبة بقالي ربع ساعه قاعده، والله قسما بالله بقالي ربع ساعه قاعده. انا صحيت لبست وبعدين بس احنا بنمشي الامتحان فاتخدت معايا ساعه عشان الطرحه وفي الاخر قلعتها ولبست طرحه تانية. انت عامله ايه؟ الحمد لله. شفتي جبتك ازاي؟ ناقص انت بقى توفي بوعدك. حاضر. ماشي. عايزه اقول لك اصلا ان ماما بتقول ان هم رايحين عند مريم. حاولت ولا هبقى القط صوره. كمي ابعد، يا كمي ابعد. يا لو جرح يا بعد كده بقى اتمشينا شوية، اتمشينا قدام شوية كده ورحنا جبنا فطار وقعدنا. شايفين الحتت اللي انتوا شايفينها دي اللي بيتقعد عليها تحت الشجر؟ قعدنا على واحدة من دول وقعدنا نفطر في الحتة دي كده. جينا ندخل مكتبة الأهرام، للأسف لقيناها قافلة. على طول بشوفها قافلة. مفيش ولا كتاب من اللي انا مش بقراه. دي كانت البتاع، مش دي اسمها ايه دي؟ ياسمين ده رئيس. مش ده مسلسل. مسلسل بتاعنا شهيرة انا الخائن ده؟ اه صح كده. اه اساسي في اي حاجه كده من اللي بقراهم مفيش اي حاجه. بصي الحقوني. بصي دي. شوفي النبي اسمه الحقوني انني اعيش مع رجل عايش. في كتب جوه تانية يعني. حلو ده، حلو الكتاب ده، حلو قوي. رشاقة في 30 يوم. رشاقة في 30 يوم محشي مكرونة حلو بشاميل. ذكاء الجسد. اه برضه. تعالي كده. كان عارفة لا، وكمان وكتاب كوني صحابية. سمعت عنه بس سمعت. كوني صحابية. انتي بتقولي ده بنتي وانا بقى PDF ما اثرش في لا حياتي. انا اقسم بالله معايا البرامج يا بنتي، بس انا ما بحبش جو التليفون. وانا الصراحه اللي بحب اكتر ان انا يبقى معايا كتابي واقرا وكده. ايوه، وانا وده بس- وافضل اشخبط بالقلم براحتي. ايوه بقى واعلم بصحابي بالظبط كده. اللي هو ايه لا فانا ما بعرفش اجيب الكتب بروح بقى ايه اللي هو PDF بقى وخلاص. لا طالباها اونلاين على فكره. الكتب هنا نزلت هنا لقيتها غاليه قوي. اه لقيت الكتب غاليه هنا مقارنه بقى باسعار. هم العربيه. لا والكواليتي بتاعت الكتب على فكره مش حلوه خالص. يعني اللي شفتها هنا والله بجد مش حلوه خالص. انت طالبه من والله مش فاكره من اونلاين اسمها ايه، اسمها حاجه الشوارع دي الختان. كلها انا لفاها شبر شبر. حاجه الختان. شارع الشارع بلا طايب بلا طايب. قسما بالله ايام مش ايام الدروس بس لو نزلت اتمشى في اهرام ولا حاجه بنزل مثلا يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون، يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نايمانة بصوا بقى، احنا جينا وروقت المطبخ الاول كده قبل ما اعمل اي حاجه، بس ما مسحتش البوتاجاز علشان ايه، كده كده كان هيتبهدل. فسلقت المكرونه، عملت البشاميل وعصجت اللحمه. ماشي. وبحط بقى على المكرونه
اسمه ايه بشاميل، وبقلبها في بعضها كده شويه الاول، وبعد كده بقى ابدا ارص الصينيه. كنت اول مره اعمل صينيه كبيره الكل هياكل منها، كنت اول مره بصراحه اعمل، كنت متحمسه جدا. والصينيه بقى بروح حاطه فيها بشاميل من تحت كده. حطيت بقى صينيه المكرونه في الفرن ودخلت اصلي. طبعا اختي كانت خلصت امتحانات في اليوم ده، يعني كتر خيرها وربنا يديها الصحه، هي اللي روقت الشقه في اليوم ده. هي روقت الشقه وانا استلمت المطبخ. سمعت صوت ضوافري، ايه رايكم؟ طولت ضوافري شويه. انا طبعا ما كنتش بحب اطولها، بس طولتها شويه يعني. و لاني عرفت انه سمعت يعني حد بيقول انه حرام ان احنا نركب ضوافر، ويلعن الله الواصله والمستوصله. تمام، ايا كان بقى ايه نوع الحاجه، ضوافر، اكستنشن، رموش، اي حاجه. ماشي، المهم يعني قعدت بقى شويه. جبت الاجنده بتاعتي وجبت الكشكول، وقعدت بقى اكتب شويه حاجات واخطط لشويه حاجات انا عايزه اعملها. بصراحه بفكر اقول وفي نفس الوقت بفكر ما اقولش، مش عارفه، ولا خليها مفاجآت. خليها مفاجآت، انا بحب اعمل الحاجه عشان ساعات لما بقول على الحاجه ان انا هعملها ما بتحصلش، فاحنا خلينا احسن نعمل على طول. قعدت بس اخطط لشويه فيديوهات انا هعملها، حاجات في كورسات عايزه اخدها فكتبتها وقعدت دورت عليها. ماشي. عايزه اقول لكم حاجه، كان ناقصني بس شويه حاجات كده برضو كنت عايزه اجيبها، كتبتها. عندنا خطوبه ان شاء الله باذن الله، او خطوبتين الفتره الجايه، فكنت عايزه انزل اجيب دريس. فقعدت برضو احسب شويه حاجات كده وبس. ده اللي قعدت عملته. طبعا كنت نسيت اصور لكم الصينيه اول ما خرجت، ما افتكرتش اقول لكم غير لما فضل الحته دي. هي طلع فيها البشاميل قليل شويه من على الوش. وماما اول ما جت ادتني رياكشن بصراحه يعني يشرف، بس عجبها الطعم يعني. المهم المضمون يا جماعه. جبت بقى سناك كده، وطبعا على فكره ده كان بالليل، كانت الساعه 11 بتهيألي. وقعدت بقى فتحت الشاشه وقعدت اقلب في القنوات اشوف اي مسلسل اتفرج عليه. وبس بقى، ده كان فلوج النهارده. يا رب يكون الفلوج عجبكم، كان فلوج خفيف لطيف كده. وبس ده كان فيديو النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا منزله. بس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.